ازيكم عاملين ايه؟ بما ان الفيديو الاول الحمد لله عجب ناس كتير، فقررت ان انا اعمل لك فيديو تاني صغير كمالة. بربط لك فيه اللي انت فهمته من الجزء الاول باللي حصل في فيلم انترستيلر. وكنا توقفنا على سؤال يسحل العقل كده ويداعب الافكار، ان هو يقول لك انت ايه اللي يمنع ان يكون في بعد خامس، كون فيه بعد خامس وعايشه فيه كائنات ما. مش شرط يكونوا شبهنا طبعا، عادي ممكن يكون وات ايفر المنظر بتاعهم عامل ازاي، بس الفكره ان هم عايشين في البعد الخامس ده، اللي هو بالنسبه لنا احنا مش مفهوم، مش عارفين نوصفه لان احنا ما اختبرناهوش قبل كده. لو فاكرين المثال بتاع يزن، الولد اللي هو الستيكي بوي ده اللي مرسوم في ورقه، هو محكوم بقواعد العالم اللي هو عايش فيه، اللي هو الورقه اللي هي 2 دي اللي هم بعدين فقط. فهو بالنسبه له الارتفاع ده مش موجود، يعني هو ما يقدرش يرفع دماغه لفوق. لو انا شرحت له يعني ايه ارتفاع هو اصلا مش فاهم، عشان هو ما عداش عليه قبل كده، ما يعرفش ده ايه اصلا. فبالنسبه لنا احنا عايشين في عالم رباعي الابعاد، طول عرض ارتفاع، والثلاث ابعاد دول موجودين في نقطه ما من الزمن، فده يخلي الزمن هو البعد الرابع بتاعنا بكل بساطه. بس هل احنا بنقدر نتحكم في الاربع ابعاد؟ لا، احنا بنتحكم في ثلاثه بس، طول عرض وارتفاع. يعني احنا نتحرك يمين وشمال، ورا وقدام، نطلع او ننزل، سواء اسانسير، طياره، وات، او ننزل تحت الميه. بس الزمن بالنسبة لنا اللي هو البعد الرابع هو مجرد خط مستقيم احنا ماشيين فيه، مش طوعية، لا احنا ماشيين فيه مجبرين دايما لقدام، على الاقل حتى هذه اللحظة يعني. فاحنا ما بنقدرش نتحكم في البعد الرابع. يعني ما ينفعش تصحى في يوم الصبح انا عايز ابقى كمان سنتين، او انا عايز ارجع بالزمن 5 سنين. لا، هو انت دايما بتطلع لقدام. فيعني تخيل كده الزمن هو اكنه الفتله بتاعت المثال بتاع الفيديو الاول، يعني مجرد بعد واحد فقط دايما بنتحرك فيه في اتجاه واحد. ليه؟ عشان احنا عايشين في العالم ده، احنا محكومين بقواعده، فهو جزء من العالم اللي احنا عايشين فيه. طيب لو افترضنا ان في عالم اخر بس فيه 5 ابعاد بقى، البعد الخامس ده مهما كان هو عامل ازاي مش هنقدر نتخيله بشكل واضح. بس ده يعني ميك سنس ان طالما في ناس بيقدروا يوصلوا للبعد الخامس ده، فده معناه ان هم يتحكموا في الاربعه اللي قبليه، صح؟ زي ما احنا عايشين في عالم رباعي الابعاد بنتحكم في 3، فلو هم عايشين في 5 هيتحكموا في 4. ايه الاربعه؟ هم طول، عرض، ارتفاع، وزمن. فبالنسبه لهم بقى الزمن مش هيبقى زي عندنا احنا مجبرين نتحرك فيه لقدام. هم اكيد هينطبق عليهم جزء ان هم اكيد يعني اكيد بيتولدوا هيعيشوا وهيكبروا وهيموتوا، لان يعني الموت مكتوب على الكائنات كلها. بس قصدي ان هو بالنسبه لهم حته الزمن دي هتبقى مختلفه عن عندنا، ان هم هيبقوا شايفين الزمن كله خط واحد قدامهم، وفي ايديهم ومقدورهم ان هم يتحركوا فيه قدام او ورا. تخيل انت واقف قدام مبنى 15 دور، انت شايف ال 15 دور في نفس الوقت، صح؟ يعني انت تبقى شايف الادوار قدامك، وفي ايدك انك تتحكم تطلع انهي دور فيهم، او تنزل او تطلع او تروح وتيجي. هل ده هينقص منك شيء، هيتعبك، او بتعمل حاجه مخالفه لقواعد الكون؟ لا خالص، بالعكس انت طوعت العالم بتاعك ان انت تقدر تتحرك في الابعاد دي. يعني انت لو جيت رحت الكائن بشري بدائي مثلا من 1000 سنة مثلا، وقدرت ان انت تتواصل معاه، بلاش 1000 سنة، خلينا اكتر شوية، من 3 4000 سنة، وقدرت تتواصل معاه ان انت يا كائن يا بشري يا ساكن الكهف، تقدر تعيش في دور يعني على ارتفاع مثلا 100 متر، هل هيصدقك؟ لا، هو اصلا مش هيبقى فاهم يعني ايه فكره ان هو يبقى عايش فوق دي، لان هو حتى لسه مش مستوعب الكونسبت بتاع البعد الثالث اللي هو الارتفاع يعني، مع انه عايش فيه وبينطبق عليه كل حاجه، بس هو لا، هو مش قادر لسه يستوعبه. فايه اللي يمنع ان احنا بالنسبه لنا الزمن حتى هذه اللحظه هو مجهول ومبهم، مش عارفين نستكشفه قوي، عشان احنا لسه يعني مفهومنا ما تطورش لدرجه ان احنا نقدر نستوعبه. بس في ناس اتولدت واتخلقت وموجوده في كون الزمن بالنسبه لهم هو خط مستقيم برضو زي عندنا عادي، بس هم مكشوف بالنسبه لهم، بيقدروا يتحركوا ويطلعوا وينزلوا وهكذا يعني. بس بما اننا محكومين في عالمنا، فاللي قد يبدو بالنسبه لنا احنا مستقبل، هم بالنسبه لهم هم شايفينه في نفس اللحظه، يعني هم شايفينه عادي يعني تخيل كده ان انا واقف على الارض وانت في الدور ال 15، وفي حادثه حصلت على بعد مثلا 5 شوارع 10 شوارع. الحادثه دي بالنسبه لي انا مستقبل، انا لسه ما اعرفهاش، هي لسه يعني هي حصلت فعلا، وفي ناس حصل لها وات ايفر اللي حصل لهم، بس انا مش هعرف بيها غير لما تجيلي
ويجي لي خبرها يعني وحد يقول لي. بس في نفس الوقت لو انت واقف في الدور ال 15 وشايفها من فوق، فانت شايفها، فانت اكنك شايف المستقبل بتاعي، مع ان الحادثه حصلت في نفس الوقت بالنسبه لي وبالنسبه لك، بس انت شايفها من منظور مختلف، من بعد مختلف عني، فانت مكشوف لك حاجه مش باينه لي. بحاول ابسط لك المفهوم بطريقه مبسطه يعني. فاللي حصل ايه؟ ان انا لو انت مثلا في اللي هو الدور ال 15 ده، وعايزني امر بنفس التجربه، هتعمل ايه؟ ما انت مهما وصفت لي ما برضو مش هعيشها بالظبط. هتاخدني من ايدي وتطلع بيا للدور ال 15 وتوقفني فوق وتخليني ابص، صح كده؟ ده اللي حصل بالظبط في انترستيلر. كوبر اللي هو ماثيو ماكوني كان خرج بره الارض عشان يحاول يوصل لحل يعني ويستكشفوا كواكب اخرى والكلام ده، لغايه ما دخلوا في الثقب الدودي او اللي هو الورم هول اللي كان تقريبا جبل المشتري. عرفوا ان في كائنات اخرى اكثر تطورا منهم، اللي هم كائنات يعني عليا، يعني لو نقدر نقول الاسم ده، اطلقوا عليهم بالك بينز. فبالنسبه لهم البالك بينز دول ناس من عالم متطور عنهم، اللي هو البعد الخامس ده، اللي هم كاشفين كل حاجه. ده اللي احنا عرفناه في الاخر يعني. وهم بالنسبه لهم الزمن مكشوف، هم كانوا شايفين اللي بالنسبه للبشر ساعتها كان المستقبل، اللي هو دمار البشريه والكلام ده كله. فحبوا ان هم يبعتوا لهم رساله تحذير، اللي هو يا جماعه خلوا بالكم ان كذا كذا، ان السر في الجاذبيه. كوبر خلاص خرج بره الارض وهو اللي هيحاول يوصل لهم. فكان الحل في مين، او النجاح المهمه دي كان في مين؟ في ايد بنته اللي هي ميرف. فكوبر عايز الكائنات التانية دي عايزة ان هي تطلعه للعالم بتاعهم اللي هو فيه بقى البعد الزيادة ده، عشان يقدر يشوف اللي هيحصل ويقدر يوصل لميرف وهي صغيرة، لان هو طبعا هي كبرت وهو بره. فيعمل ده ازاي، او هم يعملوا ده ازاي؟ فمن هنا جت فكرة التسراكت اللي انا هوريه لك دلوقتي على الشاشة ده، او اللي هو نقدر نقول عليه مثمن. هو انت مهما حاولت تتخيل هو عامل ازاي، فانت مش هتعرف تتخيل، لان المفروض ان ده بينطبق عليه قواعد البعد الزياده ده يعني. بس فيما معناه يعني ان هم التسراكت ده، او اللي هو المثمن ده، هم حطوه جوه جرجانشوا، اللي هو كان الثقب الاسود. طبعا الثقب الاسود معروف ان هو الايفنت هورايزن بتاعه، اللي هو بؤره الحدث بتاعته اللي هي قلبه. دي اكتر نقطه معروفه بالنسبه لنا، الجاذبيه فيها بتكون اثقل ما يمكن، لدرجه انت مش ممكن تتخيلها يعني. فهم عملوا التسراكت ده جوه الثقب الاسود ده، فاكنه تخيل ان هو ده تجسيد للبعد الرابع اللي هو الزمن. فلما كوبر دخل جواه بقى عنده اكسس، او يقدر يشوف كل الازمان في نفس الوقت. فاكرين اللقطه لو هو هحط لك برده صورتها، وهو في بدله الفضاء وكل ما يسبح كده شويه يبص يلاقي ميرف بتعمل حاجه، يبص هنا يلاقي لقطه من حاجه. هو بالنسبه له بقى عنده اكسس ان هو يشوف الزمن كله في نفس اللحظه. فاختار اللقطه انه يقدر يبعت فيها الرساله لميرف وهي في المكتبه، اللي هي لما كان بيقول لها ستاي. بس هو عشان يبعت لها هو في بعد مختلف وهي في زمن فيه ابعاد تانية. هيعمل ده ازاي؟ استخدم الجاذبيه في ان هو طبعا يعمل حته اللي هي الانومالي، او اللي هو الشذوذ اللي كان في حته ان التراب بيطلع لفوق ما بيقعش لتحت، زي ما يعني اللي شاف الفيلم فاكر اللقطه دي يعني. فهو وصل لها الفكره بتاعته عن طريق ده. احنا عرفنا مع الوقت بقى ان الكائنات دي اللي هي البالك بينجز دول هم احنا في المستقبل بعد ما تطورنا وبقينا نستكشف البعد الخامس ده وقدرنا نوصل له، بقى عندنا اكسس اللي احنا ايه نشوفه. فالفكره ملهمه جدا وتخليك تتساعد فيها. اتمنى اكون عرفت اوصلها لك بطريقه سهله وبسيطه يعني. اللعبه كلها في مبدأ واحد، الا وهو ان احنا محكومين بقواعد العالم بتاعنا. احنا مش قادرين نستكشف حاجات كتير جدا لان احنا محبوسين في الفيزياء بتاعه العالم بتاعنا. يعني انت بكل بساطه انت هديك مثال بسيط. انت حاسه السمع عندك انت بتقدر تسمع ما بين 20 هرتز حتى 20,000 هرتز. فانت في الرينج ده اي صوت فيهم بتسمعه. طبعا هيبقى اللي هو الايديال اللي هو تقريبا لو انا فاكر صح يعني من 4000 ل 7000، ده اللي هو اللي بتسمعه بوضوح جدا واي حد ممكن يسمعه يعني. طبعا كل ما بتقل او بتزيد بيختلف بقى من شخص للتاني. يعني ممكن شخص يبقى سمعه ضعيف مثلا فما بيسمعش الاعلى من كذا، او اللي سمعه ضعيف برده تاني ما بيسمعش اقل من كذا، على حسب يعني. في كائنات تانية زي الكلاب والحيتان والخفافيش والكلام ده بتسمع اقل من 20 واكتر من 20,000. الناس دي اللي هي الكائنات دي ليها اكسس ان هي تسمع حاجات مش موجوده عندك. فايه اللي يمنع ان يكون في عوالم تانية اخرى بالنسبه لنا احنا مش عارفين نوصلها فقط لان احنا محبوسين. شكرا.